السلام عليكم لعشاق التنوع. غنقدم لكم اليوم واحد الوصفه ديال الحامض مصير. كيفاش نوجدوا الحامض مصير بطريقه تقليديه وطريقه بسيطه وما كتحتاجش بزاف ديال المقادير. واهم شيء في هذا الشيء كله هو ان الحامض كيبقى عندك واحد المده طويله، ما كيهراش وما كيفسدش، كيبقى حبه على حبه. واللي زوين فيه هو ان الحامضه كتبقى شاده في راسها، وبالعكس الا ما زاد يعني طوالت المده كيزيد كيتعسل، طريقه اللي هي فريده من نوعها. ومن بعد غنوريكم النتيجه ديال الحامض مصير اللي وجدته تقريبا هذه سنه. المهم عندي بالنسبه للمقادير هي كالتالي: عندي واحد الكميه ديال الحامض، هذا عندي اختاريته بلدي، حامض بلدي راه موجود دابا في الاسواق وبثمن مناسب. عندي 7 دراهم 8 دراهم الكيلو، ماشي بزاف. عندي واحد الكميه ديال الكيلو هنايا. ثم عندي حبيبات ديال القزبر يابس، وريقات ديال سيدنا موسى او ورق الرند. وعندي واحد الكميه ديال الماء مغلي مزيان، كنخليوه يبرد وكنستعملوه. واحد البول ولا واحد الطاسه فاش غادي نرقد فيها الحامض. وعندي كميه ديال الملح كما كيبان لكم. غندوزو الان الطريقه. كناخذ الحامض على هذا الشكل، كان واحد السكين كنفتح هنا بحال هذا الشكل هذا، كندير واحد الفتحه، وهنا كذلك من الجهه الاخرى. فقط الحامضه كتبقى عندي صاينه متماسكه، ما كنحللهاش. لاحظتوا معايا؟ كذلك هنا غناخذ هاد الحامضه هذه كندير فتحه هنا وفتحه في الجهه الاخرى حتى كنكمل الحامض اللي عندي كله بنفس الطريقه. فتحه في هذا الجنب غير بشويه، وفتحه في الجهه الاخرى على هذا الشكل، وكننزلو هكذا كما كيبان لكم من الجهه الاخرى صافي حتى كنكمل الحامض كله اللي عندي. كنفلحو على هذا الشكل، جوج فتحات، فتحه من هذا الجنب فتحه من هذا الجنب. علاش كنديروا هكا؟ باش الحامضه كتبقى شاده في راسها وكيصبر لكم حتى لسنه حتى لسنتين، يقدر يبقى معك حتى عامين، بالعكس عاد ما كيزيد كيتعسل. المهم وصفه زوينه بزاف، جربوها وما غتندموش عليها، وغنبي نعطيكم النتيجه في الاخر ديال الحامض اللي مصير عندي هذه سنه. لما ساليت دوك الحبات ديال الحامض وفلحتهم من الجناب من هنا ومن هنا، كنوضعهم في هذه الانيه اللي غادي نسدها من بعد. كندير كما كيبان لكم واحد الوريقات ديال سيدنا موسى في الجنب على هذا الشكل هذا في الجنب. طبعا الحامض كنكونوا غسلناه بهذا الشكل. كنزيدوا واحد الكميه ديال القزبور حبوب، كيحافظ عليه، كيعطيه حتى واحد البنه زوينه طياب. قليله ما كنكثروش. كندير واحد الكميه ديال الملح على هذا الشكل. خمسة ديال المعالق تقريبا اولا 6 ديال الملح على هذا الشكل. صافي كنصبوا الماء يكون مغلي من قبل، حتى كنملؤوا الماء كيكون من الفوق على هذا الشكل هذا كما كيبان لكم. حصلنا بهذا الشكل هذا. كنضيف بضع قطرات من الزيت، زيت المائدة من الفوق، وكنسد البول اولا الانيه
كنسدها بواحد باحكام وكنخليها في واحد المكان مظلم. كتبقى عندي واحد المده ديال شهر شهرين كتكون واجده للاستعمال، وكتصبر معايا حتى لعامين. المهم هانتوما غتشوفوا النتيجه معايا. هذا راه ديجا وجدته داك العام، يعني سنه تقريبا باش وجدته. هانتوما شوفوا، وهذا راه الحامض الرومي ماشي البلدي، اما البلدي تبارك الله راه غيجي حاجه اخرى. شوفوا هذا غير الرومي كيفاش قابض في راسو زوين. شوفوا معايا شوفوا كيفاش الماء ديالو معسل. يجربوه وردوا عليا، راه كيجي بحال اللي الحامض المصير اللي كناخذو من الاسواق. وهذا كيكون صحي 100% لانك وجدتيه على يديك، زائد ما فيه لا صودا لا والو، فيه غير كلشي صحي. عندي ورقه سيدنا موسى والقزبر يابس، الملح خلاص مع المده راه صافي ما كيبقاش واحد التاثير كبير ديالها، هي غير فقط كطيبو في الاول وكتحافظ عليه. وهذه هي النتيجه كما قلت لكم. جربوا معايا هاد الطريقه، راها طريقه بسيطه بزاف والنتيجه كتكون هائله. وهانتوما وجدتوا الحامض مصير في الدار بلا محنه وبالصحه والراحه.